السلام عليكم لكل محبي هواة الزراعة. أنا اسمي هالة، ساكنة في منطقة نورث تكساس اللي هي الزونة الزراعية بتاعتنا، والمنطقة الزراعية بتاعتنا رقم 8A 8B. فالناس اللي عايشين في المنطقة دي حاليا حان المواعيد لبداية الشتول. أنا عادة ببدأ الشتول بتاعتي من البذور حوالي 6 ل7 أسابيع قبل بداية الربيع. فأنا عادة بخلط خلطة بتاع التربة عشان أبدأ فيها البذور. بخلط حاجة اسمها بيت ماس اللي هي بديلة للتربة. بخلط فيها بيرولايت اللي هي بتساعد على تخفيف التربة، وبعد ذاك بخلط فيها فيرميكيولايت اللي هي بتساعد على الاحتفاظ بالرطوبة. فأنا عادة ببدأ البذور في الداخل. عندي جرو لايت أو ضوء بتاع زراعة، وده نسبة لأن درجة الحرارة لسه عندنا بتنزل لدرجة التجمد. لكن الناس اللي عنده في المناطق أجواء معتدلة، يعني درجة الحرارة حوالي 70 أو بالفahrenheit أو 21 سلسيوس بالمئوية، ممكن يبدوا البذور برا أو يغطوها، أو لو الناس اللي عندهم بيوت محمية. لكن أنا ما عندي، ودرجة الحرارة لسه عندنا باردة شديد، عشان كده ببدأ البذور جوا لحد ما تبقى شتلات، بعد ذاك بنقلها برا. هبدأ الحاجات اللي بتاخد زمن طويل، والعملية دي أنا بعملها ليه عشان أكسب زمن. فلما خلاص أطلع شتلات مثلا زي الفلفليات أو الشطة، لما أطلعها وخلاص أشتري برا في حوالي منتصف شهر 3 لأواخر شهر 3، بيكون عمرها خلاص بقى almost قريب لشهرين يعني، فبتكون شتلة كبيرة يعني. بعدك لما أزرعها بكسب زمن، بتبدأ تنتج يعني حوالي probably نهاية ماي بتبدأ تنتج. نفس الشي في الزهور، بس ببدأ الزهور. أنا عادة ما بزرع زهور كثيرة، لكن في أنواع بسيطة بس بحب أزرعها بدل ما أشتريها يعني. أشتريها شتول. ببدأ بذور. بعدك في الربيع بنقولها برا. فاست اليوم أنا حبدأ الفلفليات، حبدأ شوية زهور، احتمال شوية بخارات. الطماطم ما حبدأها هسي، حبدأها غالبا نهاية الأسبوع الجاي وبداية الأسبوع اللي بعده، لأنه الطماطم بتكبر بسرعة. ونفس الشيء الخيار أو العجور أو التبش حزرع كذا نوع. أنا بحب أزرع التبش والخيار بصراحة، أو العجور، لأنه أنا بخلي خيار كثير. فديل عادة حابداهم. الخيار بيكون بسرعة شديدة، ميبي زي بس 4 أسابيع قبل بداية الربيع. فغالبا بداية شهر 2 كده حابدة العجول. أو أحيانا بزرع طوالي، يعني ممكن يتزرع طوالي دايركتلي، لكن بس بحاول أكسب زمن، لأن إحنا عندنا الصيف هنا لما نصل خلاص شهر 7 و8 حارات شديد يعني. فأحيانا النباتات بتبطئ شوية في الإنتاج في الوقت ده. فبحاول يكون عندي يعني أزرع بدري، نقول تكون شتلات بقت كبيرة، فعشان يكون عندي إنتاج شهر 5 شهر 6 يكون عندي محصول كويس. بعدك شهر 7 شهر 8 بيبطأ شوية لحد مثلا منتصف شهر 9. بعد ذاك نهاية 9 10 11 بيكون عندي محصول كويس. هذه الفكرة هنا. فاليوم حابدأ الفلفليات. فأنا طلبت فيه شوية فلفليات كده عايزاهم. عايزة طلبتهم في 3 أنواع تاني، لكن أنا حازرع سويت بنانا بيبرز. أنا أكشن شغالة أصلي في جدول بتاع الحاجات اللي حازرعها شنو. لو في ناس عايزة تتابع أو عايزة تشوف الحاجات نوع الخضروات اللي أنا حازرعها، أنا شغالة في جدول، حتى في الطريقة بتاعت اللاي اوت يعني محل زرعهم وين. شغالة في جدول، فغالبا حياخدني maybe like couple of weeks غالبا زي أسبوعين كده. وحاخد يعني لأي زول عايز يستفيد منه. الحاجة التانية أنا قبل كده اتكلمت عنها، اللي هو الجدول بتاع الزراعة. كل زول يشوف الجدول بتاع الزراعة بتاع المنطقة بتاعته. أنا في 3 جداول أكشلي بشوفهم، بعدها بكون بشوف يعني بقارنهم يعني، لكن معظم الأوقات يعني متقاربة. ففي ذا أربر جيت، لكن أشهر واحد عندنا اللي هو بنستخدمه اللي هو تكساس A&M. ده الجدول بتاع الزراعة. فبوريك الأيام بتاعت الزراعة الكويس في ده شايف الورقة دي يعني الأيام اللي ببدأ فيها البذور 200، والأيام اللي بنقولها 200. أو لو حاجة مثلا ممكن أبدأها بذور، أو حاجة لا تتزرع برا طوالي، يعني مثلا زي الفاصوليا الخضراء. أنا بحب الفاصوليا الخضراء الطويلة، فبتتزرع طوالي برا يعني، فدي ما حبدأها بذور. حاجات مثلا زي الكورن اللي هو الكورن شنو هو عشري، يعني بتتزرع برا. حاجات زي البامية ما بتتزرع شتول، بتتزرع برا على طول. ممكن اكشلي تتزرع شتول، لكن انا بحب ازرعها طوال. البامية بتقوم بسرعة، وبعدين تستحمل درجة الحرارة العالية. البامية والكركديه اكشلي حابة شتلة، لانه المرة اللي فاتت انا ما بدأت شتلة وزرعت طوالي فاخد وقت كتير. كل زول يشوف الجدول بتاعته على حسب الزون. احنا الزون اللي انا فيها اللي هي نورث تكساس، زون 8A 8B. فدايما بتابع الجدول ده. ممكن بس زول يفتش في جوجل الزون بتاعته شنو، هو البلانتنج سكيدول اللي هو جدول الزراعة.
والناس اللي في السودان يعني برضو يشوفوا الجدول بتاع الزراعة مختلف. في السودان مقسم ل3 زون، زون 1 2 3 الله أعلم. لكن ممكن الناس تفتش الجدول بتاع الزراعة في السودان يشوفوا يعني كل حاجة بتتزرع متى. فاليوم أنا حابدأ بذور بتاعت الهالابينو دي. دي ما حارة شديد يعني خفيفة شوية، وحابة هالابينو ماي فيفورت لأنه بخليها بحبها جدا وبطبخ بيها برضو. فحابة بذور دي برضو. صراحة والله في الفيديوهات الكبيرة دي السنة اللي فاتت ما انتجت معي كويس، فأنا ما بخلي حمل I don't know، بشوف يمكن أزرع منها واحدة بس وأشوف. ده النوع بتاع شطة حلو شديد. برضه حازرع النوع ده. ودي شطة لكن باردة حلوة. ففيها نكهة رهيبة جدا فأنا بحبها. فأنا عايزة لي كم واحدة من المرة اللي فاتت زرعت واحدة بس. المرة دي يمكن أزرع لي 2 3 كده. أنا حبيته. أنا برضه مشكلتي برضه عندي المساحة، عندي مشكلة في المساحة، فما حقدر أزرع كثير. فلازم يعني هي أقرر إن عايزة بحب فعلا شنو دايرة أزرعه. يعني الحاجات اللي فعلا دايراها. دي من الحاجات اللي فعلا أنا بحبها ودايراها. دي ما حزرعها. ودي النوع الشطة ده حلو شديد لكن صغيرة شديد. فعشان حسيتها طلعت روحي السنة اللي فاتت فما حزرعها. وحزرع بنانا بيبر اللي هي نبتة شطة لونها أصفر، فحلو جديد في المخللات دي. دي موليتا بتزرع طوالي، ممكن تزرع شتول، يعني ممكن تتنقل كشتول، ممكن تزرع طوالي في الأرض. لكن المشكلة أنا عندي مساحة، لأنه أنا عايزة أزرع السنة دي، عايزة أزرع دي البذور بتاعت الملوخية أو الخضرة اللي حصدتها السنة اللي فاتت، الموسم اللي فات، اللي هي حصدتها حوالي شهر 10 تقريبا. فالمهم أنا عايزة أزرع حوض كامل بس يكون خضرة. فعشان كده احتمال ما أقدر أزرع موليتا، مع إني بحب الموليتا شديد، لكن بشوف لحد ما اتاكد انه عندي مساحه. يعني كمون حزرع، جبت لي شتلات كمون اوكي. بيزل ممكن ابدا لي شتلات بتاعت بيزل برضه. بيزل ده في السودان والله ما عارفه شنو، في نوعين. في الاخضر وفي البربل. خلي عندي واحد اخضر قايم اوريدي، فحازرع البربل ده وحازرع اخضر برضه. شوف لو عندي اخضر. يا اي ثينك سو. ده الدورف اللي هو ده غزم. نوع البيزل ده. فحنزرع ديل. انا وقفت ما متاكده انه عندي كفايه. شايف ده ممكن الزرع طوال لكن حابه شتلات برضه. وكيمومويل برضه حزرع اليوم. كل انواع الباميه. انا طلبت نوع تاني بتاع باميه لونه بيربل. انا عندي هسه نوعين اكشن. النوع ده اسمه ديفيد ستار، ما حزرع تاني، ما حبيتها بصراحه، كبيره شديد ذاتها، هي الباميه ذاتها كبيره شديد كانت. فحزرع كليمسون اوكرا. نوع كويس شديد بيستحمل درجات الحراره العاليه عندنا هنا ومنتج شديد. فانا حزرع ده. وده ما حصل جربته، اسمها ايمرالد اوكرا. فحزرعه وطلبت نوع لونه بيربل عايزه اجربه، فان شاء الله حيجي. فديل حزرعهم طوالي برضو. ديل اللهم صل على محمد. ده الايج بلانت اللي هو شنو هو باذنجان، هو نحن بنسميه اسود في السودان. فعندي منه 3 انواع. عندي this one وذس one النوع الابيض ده. النوع الابيض ده السنه اللي فاتت نجح معي سبحان الله. النوع الاسود ده مع انه قال بيستحمل درجه الحراره وبينجح كويس لكن ما نجح معي. I don't know. لافندر مورنينج جلوري. انا بحب الزهره دي جدا متسلغه. حازرعها ان شاء الله لكن دي بتزرع طوالي ما الا بدها شتول. السان فلاور السنه دي ما حازرعهم بصراحه. نحن القطعه بتاعت الارض اللي ورانا دي بتقوم برا سبحان الله. بتقوم فلاور ليش محبة الشمس بتقوم برا، فما حازرعهم. ماري جولد. what do you think؟ كذي تخليه فاضي ذات الكيسة. اوكي ممكن نزرعهم. حابة ديل. this one is Allison. هنبداهم. وديل زينيا ديل بتتزرع طوالي، بتتشتت برا على طول. ديل ممكن ابدا منهم واحدات.